لفة جلاش وكوباية زبادي هنعمل بيهم حاجة عظمة. شوفوا هنعمل ايه. هنعمل بيهم فطيرة مشلتتة في منتهى الجمال. كل اللي احنا محتاجينه هنشتري لفة جلاش من عند الفطاطري او من عند اللي هما بتوع الرواق، وكوباية زبادي وبقية المكونات في المطبخ عندنا سهلة وبسيطة، مش هتاخد وقت. معانا كوباية الزبادي هنحطها، ومعانا كوباية من القشطة بتاعت وش اللبن اللي بتبقى متخزنة عندنا في الفريزر دي. أيوة. هنحط كوباية محترمة. ما عندناش هنزود زبادي. نص كوباية من السمنة البلدي، يعني أهم حاجة سمنة بلدي، ده فطير مشلتت. كوباية من اللبن، وهنحط معلقة صغيرة من البيكنج باودر، ومعلقة ملح صغيرة، وهنحط معلقة كبيرة من السكر. عندنا رشة فانيليا بقى، دي حلوة، دي التركة دي بتبقى جميلة جدا. هنمكس كل الكلام ده مع بعض. بصوا مخدش وقت خالص. هنجيب بقى نمكسه كويس جدا يعني. وبعد كده هنجيب الصينية بتاعتنا، صينية مقاس 30، ندهنها كويس جدا بالسمنة. أهم حاجة ندهن سمنة كويس. وبعد كده هنجيب اللفة بتاعتنا، لفة الجلاش طبعا نكون مغطيينها كويس عشان ما تنشفش. هنحط الأول رق كده يعني مفروض في الصينية من تحت، ولما نيجي ندهن من الخليط ما نزودش شوية عشان ما ينزلش للصينية ويحرق يتحرق من تحت. يعني نراعي بس هنا يكون ندهن طبقة خفيفة كده شوية. وبعد كده هنبدأ نرص بقى الجلاش بتاعنا، نص في الداخل ونص من الخارج، بحيث ان هي بعد ما نخلص كل اللفة نبدأ نقفل الأطراف دي على جوه بقى. يعني زي ما انتوا شايفين كده، نص جوه ونص بره، ندهن نص جوه ونص بره، داير ما يدور يعني. بنلف الصينية ونعمل يعني. الخليط ده بقى يا جماعة ممتاز ممتاز، بيحول الجلاش 360 درجة. حلو قوي قوي. انا بعمل بنفس الطريقة دي الفطير الشرقي، بس ببدل عشان يبقى خف بقى ان انا بحشي هنا فهيبقى تقيل قوي. فببدل السمنة بربع كوباية زيت يعني. بس هو ده التعديل اللي بعمله عليها. زي ما قلت لكم، لو مش متوفر عندنا قشطة هنزود زبادي كوباية أو كوبايتين، يعني يبقى من كوبايتين لتلاتة زبادي زي ما نحب. ده لو مش متوفر قشطة، بس يفضل يكون في قشطة. نبدأ نسكن الطروف زي ما احنا شايفين كده، وندهن بقى بقية الخليط على الوش ونغرق بيه الوش كله. وبعد ما ندهنه هنسيب الصينية بتاعتنا حوالي ربع ساعة أو تلت ساعة قبل ما ندخلها الفرن. وهنشغل الفرن على أعلى درجة حرارة. هنسيب صينية الفطير بتاعتنا بقى، مش جلاش، هو دلوقتي بقى فطير، ما بنقطعهاش خلي بالكم، لسه كده. هندخل ال- هندخلها في الفرن على أعلى درجة حرارة 10 دقايق تحت و10 دقايق فوق، ونفتح شواية. أول ما تطلع هنغطيها بالفويل. زي ما احنا شايفين كده. وبعد كده بقى ننقلها بقى وهنقطعها، وهتشوفوا بصوا جمالها وتسويتها روعة روعة. أهم حاجة الفرن يبقى على أعلى درجة حرارة، يتحط على الصاج 10 دقايق، ونطلعها على الشبكة 10 دقايق، ونفتح شواية لو احنا الفرن بتاعنا ما بيشتغلش فوق وتحت. هقطعها كده زي ما انتوا شايفين، ممكن نقصها بالمقص، وممكن نقطعها أي تقطيع احنا حابينها يعني. بصوا الطبقات بقى من جوه هتبقى رهيبة، هتشوفوها دلوقتي خطيرة جدا. هي كانت سخنة جدا صراحة على ايدي، مش عارفة مش عارفة امسكها. ولو انتوا وصلتوا لحد هنا، متشكرة جدا ليكم على متابعتكم، واتمنى ان انتوا ما تنسوش اللايك والشير والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس عشان يوصلكم كل وصفاتنا الجديدة. والى اللقاء في وصفة جديدة سهلة وبسيطة. بحبكم في الله. باي باي.